مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. احمد طاوي وياكم من قناه فرج سباشر. رجعنا اليوم بحلقه جديده. حلقه اليوم حنتكلم عن واحد من افضل البدائل الموجوده بالماركت. طبعا قبل فتره مو هوايه سويت عن بديل انجل شير عطر خمره باللطافه. اللي شاف الحلقه ما حيتعجب ليش ضلينا ندور على بديل، لان عطر خمره قلت عطر ممتاز، عطر رائع، بس مو كبديل مطابق ومشابه بنسبه قويه لعطر انجل شير. اكو اختلاف كبير رغم التشابه، يعني اكو تشابه بين العطرين بس اكو اختلاف هم كذلك كبير جدا بين العطرين. فضلينا ندور على بديل، لان انجل شير واحد من انجح العطور ومن اكثر العطور اللي يطلبوها، لان عطر سعر ال 50 مل ب 250 دولار، مو رخيص، جدا غالي، وهو عطر يونيسكس بامتياز، يعني الاثنين يقدرون يستعملوه باريحيه اذا كان رجال او نساء، اللي هو عطر للجنسيه. وطبعا هو واحد من عطور يونيسكس القليله اللي انا استعملها شخصيا واعشقها، يعني دائما اختار العطور المايله على الرجال الا بحالات نادره اذا كان عطر جدا قوي. هذا عطر يونيسكس بنصاب بس فعلا ينفع للجنسيه. انجل شير هو كريد فينتوس الحالي. كريد فينتوس هوايه سووا له بدائل، من اكثر العطور اللي لها بدائل بالماركت، اصلا هو اكثرهم رقم واحد. كوما بدائل، كل شركه حتى تثبت روحها بالماركت لازم تسوي بديل، لازم يكون عندها بديل لكريد فينتوس. هذا هو الوحش القادم، رغم هو العطر مو قديم، يعني صار 2020 وليه هسه تقريبا الى 6 بدائل قويه موجوده بالماركت. اقواهم هو خمره قسمات انجل، اللي اني شميته بس ما اقتنيته لان حالاته جدا قويه، ما حبيت الحالات القويه الاوفر اللي بيه. هم اكو تشابه قوي مع انجل شير بس حالات جدا جدا قويه. فهذه الفتره كنت اختبر بديل فعلا يستحق اسوي له حلقه. البديل اللي ندور عليه بدون مقدمات اكثر، البديل هو شرف بلند من زمايا او زمايا. هذه الشركه تابعه الافنان، الاناقه والكواليتي ابداع مو طبيعي. الزجاجه جايبيها مثل انجل شير تقريبا، يعني كواليتي اذا تشوفوه جدا جدا عالي. الزجاج قوي، قبغ بلاستيك، والزجاجه جدا ثقيله، يعني كواليتي ما تحسوا مال عطر بديل، بصراحه مال عطر براند. حتى البليته على العطر كلش حلوه، مكتوب عليها شرف بلند، طريقه ولا اجمل كانما عطر براند ككواليتي. وطبعا رغم ثقل الزجاجه بس ينشال من قبغ كل اريحيه، رغم ان الزجاجه يعني فعلا جدا ثقيله، فكواليتي جدا عالي كزجاجه، فالشي ولا اروع. بصراحه شركات البدائل يسوون عطور دي يصدمونا بيها، وهذا واحد من العطور. النوتات الاساسيه بانجل شير هو الكونياك. الكونياك هو النوتة الأساسية بالمقدمة، بس هو يستمر طول مراحل العطر تقريبا، وبيد دارسين، خشب البلوط، وحبوب التونكا. بالقاعدة حلوة اللوز، أخشاب الصندل، وفانيلا. البدائل عادة ما نقرا النوتات مالتهم لان تكون النوتات خاطئة، بس هذا النوتات حقول لكم اياها لان مشابهة للنوتات الموجودة بالعطر. مقدمته توابل، نوتات خشبية، نوتات حلوة، الوسط دارسين وفانيلا، والقاعدة عنبر ونوتات باودرية. اكو شبه بالنوتات بالوصف مال العطر. الانجل شير اول ما ترشوه هو رغم القوة مال نوتات البي بس بداية سلسة، بداية تنحب رأسه، العطر يخبل من مقدمته خرافي. هذا من ترشوه طبعا سده كلش قويه. اسفل الغطاء هذا كله بليت كلش حلو ذهبي نفس لون السبراي، فالتصميم مثل ما دا اقول فالشي تحفه بمعنى الكلمه. العطر شويه مقدمته قويه، شويه مو هوايه، مقدمته بها قوه، مو بدايه سلسه مثل انجل شير، لا بيه قوه. احنا مو هذا اللي يهمنا كلش، بقد ما يهمنا انه العطر من يستقر ورا قد يستقر. العطر ما يطول حتى يستقر، يعني دقيقتين 3 يستقر العطر وتروح على المقدمه القويه بالعطر، اللي شويه قويه مثل ما ذكرت مو كلش قويه. فعلا اكو نوتات حلوه بالبدايه تلاحظوها، نوتات خشبيه مقاربه لانجل شير بصوره قويه جدا. الدارسين والفانيلا موجود بالعطر، حتى نوتة حلوه اللوز اللي ما ذاكريها بالنوتات موجوده بالعطر، موجوده مثل انجل شير، هي موجوده بانجل شير وهنا تحسوها موجوده. فالعطر من يستقر جدا جدا مقارب ومشابه الانجل شير، واحد من اكثر العطور البدائل اللي مقارب، يعني من 5-6 عطور لحد الان جربنا مال انجل شير وموجوده بالماركت، هذا افضلهم لحد الان بدون مقارنه. فالشي ولا اروع، فالشي ولا اجمل. ولهذا انا قايل لكم انا على البيج مالتي العطور اللي مقتنع بيها 100% اوفرها، وهذا العطر راح اوفره بالبيج. عطر خمره من اللطافه انصفته انا وقلت العطر رهيب، بس مو كبديل انجل شير. عطر طيب هواي ممكن يحبوه كأداء قوي، بس مو بديل انجل شير. هذا ينفع كبديل انجل شير بس بدون نوتة الكونياك، يعني نوتة الكونياك ما دي ضبطوها، كل الشركات ذولي ما دي ضبطوها بصراحة، لأن نوتة الظاهر غالية، تكلفتها جدا عالية، ما أعرف متى تجي مضبوط بالشركات البدائل. بس بصورة عامة بالجو من يستقر العطر ممكن تضيع بينه وبين انجل شير، اي ممكن. هذا اللي نريده من البديل، انه يكون مقارب الدرجة، ممكن يضيع بينه وبين العطر تضيق قلده.
وباستقرار العطر بالهواء اي ممكن تضيع بينه وبين انجل شير، خصوصا للي ما عنده انجل شير، ما مستعمل انجل شير هوايه، ممكن ما يميز بينه وبين انجل شير. لهالدرجه التشابه موجود. السحر مع انجل شير موجود شويه منه، مو هوايه، مو مثل انجل شير. انجل شير يعني كل شيء بسعره. ارجع واقول انا من اسوي حلقات بدائل كل شيء بسعره، ففرق السعر جدا عالي. هذا 100 مل 45,000 بينما هذا 50 مل 250 $، فرق جدا هائل. فاكو عطور بدائل من نستعملها ما تعطي فكره كامله عن العطر اللي يقلده. هذا العطر لا يعطي فكره كامله، هذا اللي يستعمله يستعمل انجل شير، مبين انه انجل شير او كبديل ممتاز جدا انجل شير. هذا بصراحه ثاني عطر شرف بلند عندي. انا جبت واحد واخوي اخذه من عندي، اخوي ما يوصل يم العطور البدائل، دائما يريد ياخذ العطر الاصلي. هذا العطر من شافه عندي تخبل عليه وقال لي يعني هذا اريده وتاخذ لك واحد بما انه تختبره عندك وقت. فصدق اشتريت واحد وبين ما وصل هو اخذ العطر اصلا وهذا العطر الثاني، فهو تخبل عليه رغم انه هو شام انجل شير بس حبه كلش وقال اريده هذا. فطبعا هاي حاله فرديه انه فضل عطر بديل على عطر الاصلي، بس دا اقول لكم انه يعني ايش قد نسبه التشابه وايش قد العطر يخبل. ذكرت لكم هذا المثال لان فعلا اخوي حبه اكثر من انجل شير. انا بالنسبه لي لا، يبقى انجل شير افضل طبعا مثل ما اقول، فرق النوتات وصفات النوتات وكل شيء بسعره. فبالنهايه افضل بديل انجل شير موجود بالماركت، خرافي ككواليتي العطر كذلك، مو بس كواليتي الزجاجه، كواليتي الرائحه، فشيء جدا مضبوط. مقدمه ما تطول هوايه وبعدين العطر يستقر. بديل انجل شير النسبه تكاد تصل 90 شويه اكثر من 90، بديل ممتاز. افضل من هذا اذا سووا بديل افضل من هذا حيكون خلص انجل شير، يعني ماكو خطوه بعد هذا. كافضل بديل هذا افضل بديل، افضل من عنده يكون مطابق يعني لازم من انجل شير. انا ما يهمني شنو الشركه تسوي البديل، طول ما البديل ناجح اجيبه واوفره بالبيج واسوي له حلقه. عطر كان يستحق، عطر ممتاز، عطر رائع، يستمر اداء 8 ساعات، فاداء قوي راقي ككواليتي ولا احلى. ف 45,000 بصراحه سعر ببلاش، يعني سعر ببلاش. الرائحه مشابهه لانجل شير اكثر طريقه ممكن. فالعطر كذلك يونيسكس، يعني حامل نفس صفات انجل شير، لان مثل ما قلت التشابه جدا قوي. فيونيسكس الرجال والنساء يقدرون يستعملوه، وينفع كالدوام يومي وينفع المناسبات. موظفات، طالبات، طلاب، موظفين، الكل يقدرون يستعملوه. عطر جميل سكسي رائع بسعر مناسب. فهذا العطر حاليا افضل بديل لانجل شير، متوفر على البيج مالتي، تقدرون تطلبوه وحتشوفون بنفسكم جمال وروعه هذا العطر. جربته فتره طويله، اختبرته مثل ما قلت هذا ثاني عطر مو اول واحد، فاختبرته كل الزين وحبيت العطر وكان لازم اعطيه حقه واعمل له حلقه كافضل بديل لانجل شير. واتمنى لبيت طلباتكم لان هوايه ورا حلقه عطر خمره قالوا رجاء ظل دور لنا على بديل ممتاز، لانه مثل ما قلت انجل شير سعر جدا غالي يريدون بديل افضل له. فهسه نوقف البحث عن بديل. اكو بديل ثاني بعد ما مجربه اسمه شرف ما ادري شنو، بس هو هذا شرف بلند. البديل الثاني هو بديل ليكريد افنتوس حسب ما سامع، انا ما مجربه. فهذا هو البديل مال انجل شير شرف بلند، تاكدوا من كلمه بلند موجوده. فهذه كل المعلومات اللي كانت تحتاجوها عن افضل بديل انجل شير. نريد نوصل قناه 100,000 بسرعه، فزيدوا السبسكرايب لان حنسوي حلقات وفقرات هوايه اكثر، ومسابقات دائما موجوده على صفحه الانستغرام لبيع العطور. اشتركوا بيها، دائما اوزع بيها عطور وهدايا للمشتركين، فاشتركوا بيها وسووا لها فولو وانتظروني بحلقات جديده. اكو بديل لخم دا اختبره الروز فانيل، بديل جدا ممتاز، راح اعمل له حلقه، وحلقات نيش وديزاينر واصل فصل كل شيء هوايه جايه بالطريق. فاشوفكم على خير، مع السلامه اصدقائي.